النهارده هنتكلم عن فيلم جمع بين اتنين من اشهر الشخصيات في عالم الافلام، ديدبول اند وولفرين. يلا بينا. افكركم تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناه لان ده بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. الفيلم بيدور حوالين ديدبول اللي دايما عنده طريقته الخاصة والعنيفة في التعامل مع الأعداء وحبه الشديد للكوميديا والسخرية في نفس الوقت، وولفرين اللي بيحاول يتعامل مع ماضيه اللي مش دايما سهل عليه. الاتنين بيتجمعوا عشان يواجهوا عدو مشترك وبيبدأوا رحلة مليانة مغامرات وأكشن والمواقف الكوميدية اللي بنحبها من ديدبول. الفيلم ده من بطولة رايان رينولدز، وبصراحة هو الوحيد اللي يقدر يقدم الشخصية دي بالشكل اللي شفناه. هيو جاكمان اللي بيرجع بدور وولفرين، وده شيء جميل جدا لجمهوره اللي بيحب الشخصية دي من زمان. هيو جاكمان قدر يجسد التناقض بين القسوة والعاطفة اللي بتتميز بيها شخصية وولفرين. Let's fucking go. والفيلم ده من اخراج شون لافي اللي عرف ازاي يستغل الشخصيتين دول بافضل طريقه ممكنه. قدر يجمع بين الاكشن العنيف والكوميديا، وده خلى الفيلم ممتع جدا. ونيجي بقى للمميزات. واول مميزات الفيلم هي الكيمياء بين الشخصيتين. ديدبول وولفرين عاملين فريق لا يقهر، والتناغم اللي ما بينهم بيخلق مشاهد قويه جدا. تاني مميزات الفيلم هي مشاهد الاكشن. مشاهد الاكشن في الفيلم معموله بشكل احترافي، والحركات القتاليه والمؤثرات البصريه متنفذه بدقه عاليه. I am soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? وتالت مميزات الفيلم هي النص والحوار. كالعادة في أفلام ديدبول النص بيبقى مليان نكت ومواقف مضحكة بتخلي الفيلم ممتع من أول دقيقة لآخر دقيقة. ومن عيوب الفيلم بعض المشاهد اللي فيها عنف زيادة عن اللزوم واللي بتخليه غير مناسب لبعض الفئات العمرية. ديدبول اند وولفرين هو فيلم ممتع وبيقدم تجربة مميزة، والمزيج بين الأكشن والكوميديا في الفيلم متوازن بشكل خرافي. وفي النهاية لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم.